السلام عليكم، معاكم محمود ريتي من جيم مصر. ولسه مكملين في عضله البايسبس. النهارده هنتكلم على تمرينه البايسبس بالبار نفسها. تعالى عايز اوريك بس حاجه زي ما اتفقنا، انا بشرح لك الاول وبعد كده بنكمل. عضله البايسبس وهم بتلعبها بالبار عادي جدا، ايدك جنب وسطك على طول او جنب فخده رجلك، بتشتغل عضله البايسبس كلها. تعال ننزل بقى هنا اهوت. عايز اشرح لك حاجه مهمه. عضله البايسبس انت في ناس عندك بتتكلم تمسك البار يا اما يعني من كلوز جريب او وايد جريب، يعني تمسكه ضيق او واسع. حلو كلام. الفكره كلها انت بتمسكه مش عشان تبقى انت شكلك كويس او ان انت بتبقى كده بتتمنظر، لا، انا عايزك ترجع تاني هنا اهوت. بص تفصيل البايسبس نفسها عامله ازاي. البايسبس عندك راس كبيره او طويله او راس قصيره. الراس اللي هي الطويله للبايسبس بتبقى من بره، هتبص السهم هتلاقي اللونج هيد بتاعتها مكتوبه من بره، الشورت هيد نفسها من جوه. معنى كده ايه؟ انت البايسبس نفسها عندك راس طويله من هنا وراس قصيره من هنا. فاحنا قلنا اتفقنا خلاص احنا تمسك البار بنفس مسكه كتفك او اللي هو بره عن رجليك على طول، وبتطلع وبتنزل. ده انت كده بتشغلهم الاثنين. بس هتلاقي في ناس بتمسك البار واسع والبار ضيق. تعال نتكلم اول حاجه على البار ضيق. لما بتمسك البار ضيق وبتتمرن، انت بتركز كده على العضله اللي بره مش على اللي جوه. انا عارف في ناس، انا شخصيا كنت بتلخبط من الموضوع دوت. بتمسك البار ضيق بتشتغل على اللونج هيد بتاعت البايسبس. اللونج هيد اللي هي الراس الطويله فيهم بتبقى من بره زي ما الكتاب ورينا اول ما شفنا. تطلعها فوق وتنزلها تحت. لما بتمسك البار واسع بتشتغل على الشورت هيد اللي هي القصيره اللي فيهم، ودي اللي هي من جوه. معنى كده عايز تتمرن بالبار عندك 3 اماكن تمسكهم. مكان من هنا بيشغل الاثنين مع بعض. لو انت شايف مثلا انت من بره عندك اضعف بتمسك البار ضيق، ماسكه ضيقه. لو انت شايف ان من جوه الرسمه بتاعت من جوه ضعيفه بتمسك البار من بره وبتلعب بيه. يبقى كده ال3 طرق ان انت ممكن تلعب بيهم البار. يا رب نكون بنفيدكم بالموضوع دوت، وان شاء الله مكملين على نفس النظام وعلى نفس الكتاب لغايه ما نخلص خالص للاخر. يلا، السلام عليكم.